بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس 13 من دروس شرح الرسالة لابن أبي زيد القيرواني رحمه الله. السمع يرضى ربي نبدو قولا ديالنا نبدأ من قول المصنف في هذه الرسالة في هذا السفر الجليل: وتوضع الموازين لوزن أعمال العباد. ذا شو إفغاديني إنك تنصب الموازين، معناها ذي الأخرث من بضر ذي نوض أكن من لا يقينا لا الميزان نكون نسن الميزان دي الدونيث، نسن الميزان البطاطا، نسن الميزان الذهب، نسن الميزان التولة، الميزان لاتونسيون، الميزان السنيث، كل شيء لحسن الميزان. ولكن مثلا الميزان اللي تراجعون فيه هذه يوزن الأعمال ميزان الأعمال غير ربي سبحانه وتعالى هو الذي يزن أعمالنا يوم القيامة. تنصب إذن هذه الموازين، توضع هذه الموازين لماذا؟ لوزن أعمال العباد، بمعنى ربي سبحانه أغديه الميزان الموازين سري يوزن الخدمة يوم القيامة. صافي ضرب لا يوزنن نكون في الدونيث حذر ثنغلظ أنحكم في الغاشي في الدونيث يزمر يتفضيل كونداني الغاشي ذا كونداني الفلاني جهنم الفلاني الجنة ستاويل يون دين غور يضمين يزمر ذي لي يون سمحتي أهاث ودي فكرة كان لي السن يعني باللي تبع الدين سواطاس طائع وكذا، ولا قال ثم حقراني في الهوارة خطرون زرارة ثم دي ثم كارثيلي ونزرارة لي كونسيكونس النتائج ونزرارة بل كتفضيون يدفع فريض ربي سوا من بعد مي قرب هذه يمث هذه يعدي كيون الامتحان يروح على كلش داين يبير ديك لا بوسول لي روبير كلشي يروحاس ابري اس تقولي ندامه يزما التفضيل المسكين شويه كان ثمسه تدين، ولكن سيختم ربي الخاتمه يلهان الخير الربح. يزما التفضيل يتزال يتشوزوما الخير الربح، ولي سيتشور ذي الحسد يتشور ذي الحقد يتشور نغلا لا نوقع ينتزرام وكي منهج نبوي ما بالاقوام لا نحكم على الناس حذاري، الحكم لله فقط. ذا الميزان ربي يصحان نكون دورنا ذا النصيحة معليش من وليون عرقنا سي فردان ننصح النصيحة الدين النصيحة من الأحكام لي جوجمون ماشي لشغلنا أكونداني أتونسيون. وذا انتصرا ما نوقع ديال غلفن ديال العمر عشان الدنيا ثاقي اكي نستغل الفلاني الطاعه بيبري كان شويه كان ميختمس ربي الخاتمه يلهانا الخير الربح ما شاء الله التفضيون تظل رمضان الجماعه يحفظ في الناس، ولكن ولي يتشرد الحسد يتشرد الحقد يشرها كل غاشي يشرها كذا الحاصل من يوم القيامه تروي في الناس. ربي شو دين القران يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. اذا فلنحذر المزايدة بالطاعات فلا ندري كيف تكون الخاتمة. وتوضع الموازين لوزن أعمال العباد فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ولم يزاي الميزان الحسنات أما سعد نسن وكذا يا ربي المصنف شو دينا طبعا هذا الكلام استمده من الكتاب والسنة فأولئك هم المفلحون وكذا ذي الناجحون وكذا ينجحون وكذا يفرحون وكذا يفازن. أشو دينا ويؤتون صحائفهم. الصحائف المقصود معناه كتب الأعمال في كتافينيس في كتاب كل يوم دينا يوم القيامة يسعى في كتافين في كتاب ثقفوس، ولكن شو إلا في كتاب ثاقي ذي الخدمة الطاعات ذي الخير ذي الصالحات التظلي ذي رمضان ذي العمرة ذي الحج كل ما شو يخدم إلى آخره بأعماله. فمن أوتي كتابه بيمينه وين يوفق ربي أذيلي من أهل السعادة أذي طفتا كتاب ثيس سيفوس مثل قبلات كيني أغيجع الله ربي سكوي قاد يطفن ثا كتاب ثيس يوم القيامة سيفوس باليمين.
وكذاكي أما سعد نسن هذه دلالة على أنه من أهل السعادة. مدفغ كتابتك فوس يفوس افرح مبروك في الله، معناك شيني من أهل السعادة من أهل الإيمان. فسوف يحاسب حسابا يسيرا. مع الحساب لا أنا حسابي لا ولا شو كاين نعديك أنا كان ذا شو ميم ذي الدعاء ديني اللهم يسر حسابه مريم مثي ولا ديني اللهم أكرم نزله ووسع مدخله ويسر حسابه ويمن كتابه وثقل ميزانه بالحسنات. مع الحساب أنا عدياك سونز اكسبسيون، أنا عدياك وقاذ يجعل ربي من أهل اليمين. في كتاب تيسيط في السيفوس وقاذ أما سعد نسن فسوف يحاسب حسابا يسيرا، حساب سوسا خفيفا. ومن أوتي كتابه وراء ظهره بشماله وقاذ فأولئك يصلون سعيرا. يا لطيف، ثقي الدلالة على أن هؤلاء من أهل الشقاوة من أهل العذاب. لفتت فانتكتبت وراء ظهورهم بشمالهم بشمائلهم معنى الدلالة على الشقاء والعياذ بالله. وأن الصراط حق، إذا قلنا من بلي الصراط حق ورد طبعا هناك كلام طويل للسادة العلماء في أمر الصراط، فهناك من قال أن الصراط هو أدق من الشعرة وأحد من السيف. سينا قرص قبالي ثكيني رقيق أم الشعرة وشبوب قطاع أم جنوي. أكل الشيخ صغار ينزيك الرسالة وكذا قرن دوالاقي ما دغرن المقاطع متعلقة بالصراط، ولكن باختصار هذا الأمر كان محل حديث وجدل بين أهل العلم، فهناك من قال بما استمعتم إليه وهناك من قال بخلاف ذلك. الإمام القرافي في كتابه الانتقاد في الاعتقاد، الإمام القرافي من كبار أئمة المالكية صاحب الفروق صاحب الذخيرة، هذا من كبار أئمة الإسلام. أشو دينا إند خاطي إند يمكن يثمغلي ويثمسني إنك هذا الصراط هو عريض ماهوش أدق من الشعرة وأحد من السيف، إنك هو عريض يعني الله يبارك مقار عريض مقار. وفيه طريقان يساسيني فردان يون بفريد يتساوي سيفوس يون بفريد سوس الماض. أهل اليمين ذبع فريد اني تساوي سيفوس أهل السعادة والإيمان، أفريد اني وظلماض غير نجربي أهل الشقاء وأهل الضلال إلى آخره. بعد شو دينا المصنف رحمه الله وأن الصراط حق نكني عقيدة نؤمن بأن الصراط حق أمشريلي الله أعلم. أما كاين الإيمان مثلا بالعذاب القبر إلا العذاب القبر إلا نعيم القبر مش الله أعلم. إذا قنا من عقيدة وهو من الغيب الذي يجب أن نؤمن به كما قال القرآن في أوائل سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. ماشي أين كانت ولا ثيثت ذين دينا ربي أكد وين دينا النبي صلى الله عليه وسلم ولا مرث ولا را. يلا يجوزه العباد شو المعنى يعني يمرون عليه عندنا كل عباد يوك خلقيه سونز اكسبسيون. خاطر ربي ناد في سورة البقرة في الآية 281 واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله كلنا بلا استثناء ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أي نزرع بنادم ذي الدنيا أثي غلث ذي الآخر. أما ذين يلهان ما ذين ندير أما ذي الورود أما ذي سنانا ولا حول قوة إلا بالله. ذاك الحكم هو الله والله هو الحكم العدل. يجوزه العباد عندنا في الصراطين بقدر أعمالهم على حسب الخدمة فناجون متفاوتون. من ناجون متفاوتون واش في سرعة النجاة. إلا وين يعدينا من الفراق إلا وإذا يروح أكن نظام سمحتي ذي الدنيا كان أكد سامك سفري ماك ذكوف سورتو ودي يروح نسطوموبيل ونسفر هذين غادي ذا فوسيس نسفري ياكو زيك اسمي الحف وضار الحف زوايل نهنا ياكو ثورة مي طوموبيلات تقثن تنسفري
اكي يحبسي ولا كي بلوكي لا سيركيلاسيون شو زعما تخدموا غادي تقد تروي فلاك ميم طورك تروح الكيرا غادي تمشي لا بوليس العقل يغاب الصواب يروح الميزان ولاش تفغى العقل الحمق هكا ماشي هكا سي موظن نورمال خليه يموت خدم الكورتيجات اللي لي كورتيج قريب سا مغربي لا توالي والولا ذي والي لي كورتيج اش خدم هذا غلقنا وكيبردان من بعد كيعجبها الحال اكينين الفرح يتسوى راس اسين الضغط موظن اورجون اكينين نورمال هذه يمث وراه مشي دا يروح الميزان والزميله لونكومبرمون يبردان امشي يوم السيارات يا جماعه امشي نعدي في السيارات السيارات الا وقال يسلك لنا وقال يسلك ربي مخلفا اشو دينا متفاوتون في سرعه النجاه ويروحون فيتاس الله يبارك من الفراق ومن لا فيتاس الطوموبيل ومن لا فيتاس التراكتور ويتحي في مانيس على حسب الخدمه والخدمه مخالفه الغشي وإذن ربي ماشي نكوني قد نكون يدوني في الزمان ديالي ولكن هو الفلاني لا صحبي واش دينا عندها نظره ولا قال نخدم نسكونداني لي جون نسكونداني حذاري انما غنطبع غير باغي يصر ذايا كان ما الى ذين ديفانا الخطا الواضح لابد من التوجيه والارشاد عن طريق النصيحه كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم الدين النصيحه ولا ندري خواتيم الناس ونزرام كثير يتمدي مثلا كمل اشو دينا عليه من نار جهنم في سرعه النجاه عليه من نار جهنم يعني تسلك ربي سي جهنم وقوم اوبقتهم فيها اعمالهم يعني وكذا بعد الشر يخدم الموبقات يخدم المعاصي يخدم في فرشانين وكذاكي الخاتمه نسنفيريس السوحاش خاتمه كئيبه محزنه والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قال منس الحوض النبي صلى الله عليه وسلم ونسوان شربة ماء لا يظمأ بعدها أبدا أما السالبين راه يصير ربي سبحانه يشرب يرتوي سي العنصر النبي صلى الله عليه وسلم سي الحوض النبي عليه الصلاة والسلام ونؤمن بذلك حق ونشمل التفاصيل امشي لا الحوض امشي لا وقي في تفاصيل ذكر العلماء في مواضع اخرى لا يتسع المقام للتفصيل فيها إنه الإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم ترده أمته الأمة سلمت وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا لا يظمأ من شرب منه وين سوان سي العنصر النبي عليه الصلاة والسلام ذي المحال ذي فاذ وتتفرى فاذ ذي المحال أتطف الشياض أتطف الفاذ ويذاد عنه من بدل وغير ماذوين يعني بدل وغير صار مبتدعا وتخلى عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعن صراطه وهو صراط الله عز وجل وقد يفعل الفلاس أمكن ينكر أفريد ديجان في الدونيث من مثل آخر تصعرقني فردان وأن الإيمان قول باللسان الإيمان شو المعنى قول باللسان الدين يظن كمؤمن أم كدليل لا إله إلا الله محمد رسول الله الدين كالمؤمن ولكن أرجو وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح المعنى هذه حقيقة الإيمان حقيقة الإيمان فيها ثلاثة الأمور تصديق بالقلب وإقرار باللسان وتطبيق بالجوارح والأركان الإيمان الذي يصدق قولون ويكون مخلص والإيمان مخلص وصاحبه مخلص وإقرار باللسان يلس الترجمان بين يصدق الولاون ولكن تطبيق بالجوارح والأركان عمل بالأركان يعني تصليت رمضان زكاة الحج إلى آخره وعمل بالجوارح يزيد بزيادة الأعمال الإيمان يتسمرني ربنا الناد هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم الإيمان يتسمرني ينقص أكا يزيد بزيادة الأعمال سمي تخدم الأعمال الصالحة سمي الإيمان يتسمرني وينقص بنقصها ينخدم الأعمال الصالحة غادي ينقص الإيمان ينس شوية شوية فيكون فيها النقص وبها الزيادة ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل يتسنرني مزين ينقص من ما ينكمل الإيمان سوى شؤس العمل الصالح الأعمال الصالحات
وبعدين ولا قول وعمل إلا بنية. أما ذوالا مثل الخذ ما يخدم بنادم الساسيس ذن النية، والنبي عليه الصلاة والسلام سلم كل حديث ديننا إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قل إن صلاتي الآية قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. آية أخرى في سورة الكهف فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. المعنى يسل الخدمة باش تحرز ربي أتستفض يوم القيامة أكتفرح إلى قد سيل الخدمة يوضم ربي. الإخلاص، الخلاص في الإخلاص. وعمل إلا ولا قول وعمل إلا بنية، ولا قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة. الزمري غادي يخدم الخدمة غادي نيوان سنية ولكن يخلف السنة ثغال ردين. لا ثورة كاين الزمري نزل طور في ال11 هو نزمير لا نزمر نزل طور 3 ركعات لا خالفنا السنة. هذا الرسول غادينا شحال صلى الله عليه وسلم ربي نزلت وخلاص ما يمشي راه نزلتي غادينا إلى آخره. معنى مخالفة السنة تجد دليل على رفض العمل عدم قبول العمل، ولكن إلا من أخطأ والله تواب رحيم، ولكن لابد أن يجتهد في العودة إلى السنة إلا بموافقة السنة. وأنه آخر نقطة وأنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة. الله أكبر. إفراغ يوم الشغل ذا غبردان قرآن لن وجد ويعرقني فردان مي ولا نيون يغلظ يشض يخدم الغلطات السفغان ميم سي الإسلام السين الفلاني ذا سكران مريمث ونزل فلاس ودني غير لا سكران ديال الحرام يهضر بالعباديس ولا قران غلظ ولا قران الشض ولا قران وغاد لي جوج نسكونداني لي جون حذاري نغطفضيون مثلا ينغي مانيس الصباح كان يستاذ السؤال في الموضوع إذا كيون غي مانيس ما يجوز نزل فلاس طبعا إلا كنزل فلاس طبعا سؤال غريب شو ذا المحنايا كي شو ذا المحنايا كي نسكونداني لي جون أكيني إلا قارن نزل فلاس ولا قنحضر جنازيس ولا قارن نعزي مولانيس أي لطيف أي لطيف أي لطيف. ديجا أول حاجة وريح مني لحظة الانتحار ميكس سويسيدي لا سكوندني أمشي قلا أندنزرا بالك يوفن بالك ديبريمي بالك لا ندري يلا ربي زران شبيكم شو نسكونداني لي جون من بعد تكمل نصلي شو ديال المحنايا كي إلي دو سويسيد حرام. نعم سورة النساء الآية 29 واضحة لا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وكي يقينا نقوله ونعلم به الناس ونعلم به الناس ولكن مع شوية ضرر ونسكن ضلال لي جون من بعد ويا روح نديباسي ليميت يكفرونهم أكيد الفلاني وليد زلارة الور صافي كافر يا لطيف رسول الله إلي عاصي نعم يقال لا إله إلا محمد رسول الله أمشي تقبر ربي يوم القيامة أتصل ساعة سنم ثم سنيثا غفلا من الغافلين أكيد غادي يهضر ربي يتشهد يتصوزهم أكيني هكذا الزلغ إن شاء الله يموت قبل هذه الزال الكونداني واقي مسلم عاصي لا نكفره. وقال كم دينا ابن أبي زيد القيرواني إليك من كان من أهل القبلة أي من أهل الإسلام من كفروش خطر ينادي لا إله إلا محمد رسول الله كفوال. الدليل في قوله تعالى في سورة البقرة فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. ولكن مع ذلك ندعو الناس إلى الصلاة إلى الالتزام بالطاعات ولكن دون أن نكفر أهل القبلة، وهذا أمر لا يقبله شرع ولا طبع سليم. والسلام عليكم ورحمة الله.